سيدة الأعمال غيتا العلاكي استغلت يوم الاحتفال بعيد المرأة باش تخرج على الصمت ديالها وتعبر على المشاعر ديالها للزوج ديالها الفنان سعد المجرد اللي كيتواجد حاليا في السجون ديال فرنسا من بعد ما توجهت ليه تهمة الاغتصاب. ونشرت العلاكي في الحساب الرسمي ديالها في الانستغرام عبر خاصية ستوري رسالة طويلة بالإنجليزية عبرت فيها على الحب ديالها للمجرد ودعمها ليه. كتبات فيها أنه السبب الوحيد اللي كيخليني نقول على راسي اليوم قوية هو أن في حياتي راجل فحالك كيبغيني وكيعتني بيا، وأنها اختارت أحسن قرار في حياتها النهار اللي قررت أنها تكمل حياتها معاه. أنت هو السعادة ديالي دائما، وأنت المكان ديالي السعيد وللأبد، وأنت الكتف اللي كنتكى عليه وكل شيء عندي. وقالت اليوم هو يوم المرأة، داكشي علاش كنبغي نوقف واحد اللحظة باش نشكر الراجل اللي خلاني نحس بالحب والحماية والاعتزاز والاحترام والتقدير، والأسعد منهم كلهم. شكرا حيت عطيتيني جنة في الأرض، شكرا لكونك نعمة في حياتي، والحب ديالك خلاني كل نهار نتقاتل على قبله. حب حياتي سعد المجرد.